النهارده عايزه اكلمكم عن حاجه اسمها انتيك. الانتيك دي عباره عن جلسه. الجلسه دي مشهوره جدا عند يعني المفروض الدكاتره، لكن هي للاسف مش بتحصل في مصر. لكن هي جلسه الانتيك او الجلسه الاولانيه اللي بناخد فيها كل الهيستوري بتاع الطالب. المفروض ان دي جلسه يعني معروفه عالميا ودوليا. ما ينفعش خالص انه دكتور حتى او احنا كمركز ان احنا نبتدي نشتغل مع طالب او نقعد مع طالب واحنا مش عارفين تاريخه، من يوم ما اتولد، مش عارفين اتولد ازاي، لانها بتفرق ان هو اتولد سيزاريان ولا اتولد عادي، حبي ولا ما حبيش. كل الحاجات دي تفاصيل صغيره جدا هي بتبان للناس انها انا كاهل بحكي تفاصيل عن ابني او بنتي، لكن يعني هي في النهايه انا ما خدتش حاجه، ما خدتش علاج. لكن في الحقيقه التفاصيل دي مهمه جدا جدا جدا، والانتيك ده هو اللي بناخد فيه كل التفاصيل دي، لان التفاصيل دي بتعتبر جزء لا يتجزأ من الاختبارات اللي احنا بنعملها للولاد. لو اي حد، يعني انا عارفه الناس كتير ممكن تكون بتروح مستشفيات حكوميه او بتروح حتت حكوميه، بياخدوا الطالب وياخدوا الام يسالوها كام سؤال بس، اسمه، سنه، ايه المشكله، ويبتدوا يعملوا له الاختبار. الحقيقه ان دي الطريقه العربيه والمحليه اللي بتعمل بيها الاختبارات، ودي مش صحيحه ويعني زي ما بيقولوا كده على الاطلاق. ليه؟ لانه عالميا ودوليا الاختبار كله مع الارقام هو في الشرح بتاع التاريخ الطالب، وبتاع انه التاريخ ده ازاي مرتبط بالنهارده حصل، او لو في حاجات نقدر زي ما بيقولوا نجمعها على بعض، فنقدر نقول هو مثلا خليني اخد موضوع الحبو. هو مثلا محبيش، فالنهارده موضوع الحبو ده مأثر على الفاين موتورز بتاعته، او على ايديه ان هو يكتب كويس. ده الجزء الاولاني من موضوع الانتيك. ان شاء الله هعمل له جزء تاني. الموضوع الانتيك ده مهم قوي، بنتسأل فيه كتير جدا، احنا ليه بنعمل او ايه هو موضوع الانتيك.